ميكي ادى درس في الماركتنج باغنيه ولعانه. وفي اول شوط في الاعلان عامل كادر ذكي جدا لثلاث فلاحين كل واحد فيهم على نخله، مفيش ولا واحد فيهم مغطي على التاني، وده كادر قوي جدا بادئ بيه عشان يشدك تتفرج على باقي الاعلان. وبعدها عايز يعمل شوط كوميدي يحسسك فيه بالعبثيه بتاعه المزاريطه من غير ما ينزل اي كلام من الاغنيه لسه او يشغل اي موسيقى، فقرر يركب 8 افراد من العيله على موتوسيكل واحد بس وجر وراهم عربيه السوق، وده شوط صعب جدا جدا بس هو باين لنا سهل في مده قليله، ومعتمد على طريقه الراب السريع اللي استخدمها قبل كده مع ويجز في اعلانه معاه ونجحت نجاح مش طبيعي. والمسج اللي عايز يقولها من الكليب او الاعلان بتاعه ان هو بيشجع كل حاجه مصري او صعيدي على حساب كل حاجه بتتعمل من براندز بره، زي اول جزء في الاغنيه كده لما كان بيقول ركوبة حصان الادهم فجر البرج وفجر ركوبة الفراري. هو هنا بيقول ان الحصان العربي الاصيل برقبه البورش وبرقبه الفراري، وبعدها لقطه معموله بذكاء لظهور سعيد صالح كاستاذ الكوميديا وبيقول قفشه من قفشه سعيد صالح عندي اقوى من 100 فيلم الجيم كاري. وهنا ما اختارش ان صورته تظهر بشكل عادي، لا ده هو رسمها كمان على السجاد المعمول بالطراز الصعيدي، وميكي محافظ على كل التفاصيل الكوميديه بتاعته حتى في اختياره للديكوريشن. يعني بص على التلاجه اللي كان واقف فيها وهو بيقول الشوت ده هتلاقيه كاتب كاكولا بالطريقه اللي بينطقوها في الصعيد، وبيكمل سفع براندات فجايب الكوبايات بتاعه ستاربكس وبدل العروسه الموجوده جوه اللوجو شايلها وحط كبير قوي، وبيقول لك ان كل المشاريب دي ولا حاجه بالنسبه له جنب شاي العصاري، ومستخدم الجرافيكس صح جدا في اللعب اللي قالها زي فورتنايت ومورتال كومبات، وكمان جايب نفس الثيم بتاع اللعبه بالملي. في الفورتنايت بطلع لاولادي لسه بلعب مورتال كومبات عادي. وبعدها بدا يسف على الثيم بتاع كل لعبه، يعني عندك لعبه مورتال كومبات مشهوره بكلمه فينيش هيم، هو شال فينيش هيم وحط خلص عليه، وحاطط في الباك جراوند كلمه ضرب الحبيب زي اكل الزبيب. واستخدم في اللقطه دي ابطال المسلسل اللي نجحوه الجزء اللي فات عشان يحسس الناس ان هم لسه موجودين، وده ذكاء جدا في الدعايه. وبيكمل على ستايل نقل كل حاجه للطراز الصعيدي في عامل جيم حاطط فيه الاوزان عباره عن انابيب غاز. بلعب كيف ما برفع في البنج انت تراب الناس تحس بكرنج. وبعدها جايب شوط كامل للغيط وحاطط يافطه مكتوب عليها فدادين كرياتيفيتي ملك الحاج ميكي، ومش عارف خدتوا بالكم ولا لا بس هو ده البار اللي قاله في اغنيته مع ويجز ونجح نجاح مش طبيعي. قسوه كرياتيفيتي فدادين يافطه كليشيه فوق الارض ملك الحاج ميكي بشرب قهوه سكت واتفرج على السين. وعمل تريكس كتيره في الايديتنج وفي الجرافيكس عشان يخلي ايقاع الاعلان سريع، وبعدها بيهدي الدنيا خالص عشان يمهد لظهور اهم شخصيه بعده من السيزون اللي فات وهي مربوحه، والدخله متسنكه موسيقيا صح حتى في ضرب النار. شعلل يا كبير شعلل. وحتى في الاغنيه مرسوم لها الافيه برياكشناتها وطريقه كلامها بشكل صايع جدا. ومن اللقطات اللي انا برضو مش فاهمها هو ليه حط صوره حماقي على صوره حد من المودلز معاه؟ هل ده معناه ان حماقي هيظهر في الجزء الجديد مثلا؟ مش عارف، بس حتى لو حماقي ما ظهرش كونوا خلينا نسال، ده ذكاء جدا من الدعايه. وفي اخر لاينين من الاغنيه باين بقى المين كونسبت من القصه دي كلها. انا ناسي وكل كاسي بزرعهم اورجانيك باكل منهم اهل بيتي بفضل ربي وضربة فاسي. البلدي بالنسبه لي احلى من باريس ومن مصيف مراسي. في رمضان المسلسلات بيكون بيزنس كبير، وكل بيزنس فيهم بينجح اكتر لما بيلم عدد مشاهدات اكتر، عدد مشاهدات اكتر يعني اعلانات اكتر يعني فلوس اكتر بكتير، وطالما في منافسه في البيزنس يبقى لازم في ماركتنج، وده اللي خد باله منه احمد مكي، وهو عارف ان المنافسه كبيره السنه دي وده انسب وقت يبدا ينزل فيه تيزر الاعلان، فبدل ما يعمل تيزر عادي زي ما كل المسلسلات عامله قرر يعمل اغنيه كامله عن المسلسل بتاعه، وقبل ما يتم 24 ساعه على نزول الاعلان كان كسر حاجز الملايين على كل البلاتفورمز. وعشان تعرف نزول الاغنيه في الوقت ده تحديدا عمل ايه، شوف في كام واحد قرر يحط المسلسل الكبير قوي كمسلسل اساسي هشوفه في رمضان، وساعتها هتعرف ان الاعلان ده كان افجر ماركتنج كامبين اتعملت في رمضان السنه دي. دون تسكب زلك زدي